بالنسبة بقى للضرب الجبري اللي أخدناه في الرياضة، بستخدم له أمر اسمه دوت. بستخدم له أمر اسمه إيه؟ اسمه دوت. وبعدين بديه المصفوفات اللي أنا عايز أضربهم في بعض. بس ناخد بالنا، لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية عشان يقدر يضربهم في بعض. لابد إن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. وبالتالي بقول له from numpy import asterisk، بستدعي المكتبة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. بعد كده بقول له خد بالك عندي متغيرين A و B هما عبارة عن مصفوفتين عشوائيتين، حيث كل منهما عبارة عن random دوت راند انت اوف 1 و4 كوما سايز بيساوي 9 دوت ريشيب اوف 3 و3. هنا بقول له اعمل لي مصفوفة في بعد واحد عناصرها عبارة عن أرقام صحيحة عشوائية بتقع في الرينج من 1 إلى 3 وبحجم 9 عناصر، وبعدين اعمل لها إعادة تشكيل لمصفوفة 3 في 3. وبي نفس إيه بالظبط، بس ناخد بالنا إن المصفوفتين عشوائيتين وبالتالي مش لازم تكون عناصر A زي عناصر B. اللي لازم إن تكون A 3 في 3 وB 3 في 3، لأن بعمل لهم ريشيب ل 3 في 3. ونزلت تحت وقلت له سي هي عبارة عن دوت اوف A و B. بقول له اضرب لي المصفوفتين دول ضرب جبري. نلاحظ ان عدد اعمدة المصفوفة A 3 وعدد صفوف المصفوفة B 3، فعادي جدا بالنسبة للضرب الجبري. وفي الحالة دي لما اجي اقول له رن الجزء ده من الكود، هيقول لي والله ده المصفوفة A هي عبارة عن مصفوفة 3 في 3 وعناصرها بتتراوح من 1 ل 3 وعناصرها بالشكل اللي هو قدامك ده. المصفوفة بي نفس الحكاية 3 في 3 وعناصرها برضو بتتراوح من 1 ل 3 وعناصرها بالشكل اللي هو قدامك ده. طب اضربهم لي بقى ضرب جبري. هنا بقى الضرب بيختلف زي ضرب الرياضة بالظبط. عشان أكون العنصر الأول باخد أهو، يا إما باخد العمود الأول أضربه في الصف الأول، والعمود الأول أضربه في الصف الثاني، والعمود الأول أضربه في الصف الثالث، وبالتالي بيديني العناصر بتاعت العمود الأول. أو أضرب صف في عمود، وبالتالي بطلع برضو إيه؟ بطلع العناصر بتاعت الضرب. فأنا لو خدت كده ضربت أول صف في إيه؟ في أول عمود في إيه؟ هيديني العنصر الأولاني. أول صف في إيه؟ في تاني عمود في إيه؟ هيديني العنصر الثاني. أول صف في إيه؟ في ثالث عمود في بي هيديني العنصر الإيه؟ العنصر الثالث. وهكذا اللي هو ضرب المصفوفات اللي إحنا أخدناه في الرياضة، الضرب العادي خالص. تعالوا نشوف مثال تاني بالنسبة للضرب اللي هو الضد باستخدام الأمر دوت، يعني اللي هو الضرب الجبري العادي. بقول له from numpy import asterisk، وبعد كده بخلق مصفوفتين بطريقة عشوائية هما A و B. بس ناخد بالنا هنا، أنا هنا غيرت لك المثال عشان ما يبقاش كله زي بعض. هنا بقول له خلي لي A طبعا عناصرها من 1 لغاية 9 وبحجم 15 عنصر، واعمل لها ريشيب ل 3 في 5. طبعا 15 عنصر اقدر اعمل لهم اعاده تشكيل 3 في 5 او 5 في 3 عادي جدا مفيش مشكله. يبقى انا هنا بقول له اعمل لي مصفوفه في بعد واحد عناصرها عباره عن ارقام صحيحه عشوائيه بتقع في الرينج من 1 ل 9 وبحجم 15 عنصر. وبعدين لما تخلص اعمل لها اعاده تشكيل لمصفوفه 3 في 5. يبقى عدد صفوفها 3، عدد اعمدتها 5. بعد كده بي هي عباره عن ايه؟ برضو ارقام صحيحه عشوائيه من 1 ل 9 وبحجم كام؟ 35. حلو جدا. ولما تخلص اعمل لها ريشيب لمصفوفه 5 صفوف في كام عمود؟ في 7. ينفع؟ 5 في 7 ب 35 وعناصر المصفوفه في الاول كانت 35 بالتالي ينفع. هل اقدر اقول له سي هي عباره عن ايه دوت بي؟ ينفع. ليه؟ لان تساوت اعمده المصفوفه الاولى مع صفوف المصفوفه الثانيه، وفي الحاله دي اقدر اضرب المصفوفتين دول ضرب جبري عادي. ليه؟ تساوى عدد اعمده المصفوفه الاولى مع عدد صفوف المصفوفه الثانيه. وفي الحاله دي لما اقول له اعمل لي رن للجزء ده من الكود،
هيقول لي والله ايه اللي انت عايزها، هي عباره عن 3 في 5 اهو، وعناصرها طبعا 15 عنصر، والعناصر دي من 1 لغايه 9. نفس الحكايه برضو بالنسبه للمصفوفه ب، عناصرها 35 عنصر، وارقامها او عناصرها بتتراوح من 1 لغايه 9، وهي عباره عن 5 في 7. اقدر اضربهم، وفي الاخير هيديني مصفوفه 3 في 7. الخمسه هتروح مع الخمسه، يتبقى لي 3 في كام؟ يتبقى لي 3 في 7، زي ضرب المصفوفات اللي احنا اخدناه بالطريقه العاديه قبل كده في الرياضه. اكتر من كده كمان احنا ممكن نستخدم الدوال الرياضيه مع المصفوفات. بقول له from numpy import asterisk. بعد كده بقول له A هي عبارة عن راندوم دوت راند انت اوف 5 كوما 20 كوما السايز بيساوي 9 دوت ريشيب اوف 3 في 3. هنا بقول له اعمل لي مصفوفة في بعد واحد عناصرها عبارة عن أرقام صحيحة عشوائية بتقع في الرينج من 5 ل 19، وبعدين اعمل لها إعادة تشكيل لمصفوفة 3 في 3. هيقول لي مفيش مشكلة خالص لأنها كده كده كانت 9 عناصر. B نفس الحكاية برضو، واعمل لها ريشيب لي 3 في 3. هيقول لي مفيش مشكله اقدر اعملها. بعد كده بقول له سي هي عباره عن ساين اوف اي. هنا بقول له خد لي الساين لكل عنصر من عناصر المصفوفه ايه. هيجيب لها ايه؟ هياخد كل عنصر يجيب له الساين. بس ما ننساش ان بايثون بيحسب الدوال المثلثيه بالراديانس. بيحسبها بالايه؟ بالراديانز، اللي هي بتقع في الرينج من 0 لغايه 2 باي، مش بالديجري بقى اللي هو من 0 لغايه 360. يبقى هنا بيحسبها بالايه؟ بالراديانز. بعد كده بقول له دي هي عباره عن بي استريك استريك 2. هنا بقول له خد كل عنصر من عناصر بي وربعه. استريك استريك معناها ايه؟ اس 2. يعني كاني بقول له خد كل عنصر من عناصر بي واحسب له التربيع، يعني ارفعه لاس 2. اي هي عباره عن لوج اوف اي. هنا بقول له هات اللوغاريتم لكل عنصر من عناصر المصفوفه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها اي. وفي الحاله دي لما نيجي نرن الجزء ده من الكود، هيقول لي خد يا عم المصفوفه ايه في الاول اهي، وبعد كده خد المصفوفه بي، حيث ايه عباره عن 3 في 3 وعناصرها من 5 ل 19 وبحجم 9 عناصر، فبالتالي عملتها 3 في 3. وبي نفس الحكايه برضو، حولها في الاخر لمصفوفه 3 في 3. بعد كده راح حسب الساين لكل عنصر من عناصر ايه. حتى شايفين الارقام حتى شكلها غريب كده لانه بيحسبها بالراديانز. بعد كده اخذ البي وحسب تربيع كل عنصر، راح ربع كل عنصر في بي وحط الناتج في دي. وبعد كده بالنسبه للاي، خد المصفوفه ايه وحسب لها اللوج للوغاريتم الطبيعي اللي هو للاساس 10. طيب عندنا حاجة كمان، لو حابب أجمع عناصر المصفوفة على بعض أعمل إيه؟ عايز أجمع عناصر المصفوفة على بعضيها، بستخدم أمر اسمه sum. بستخدم أمر اسمه إيه؟ اسمه sum. بس إحنا عندنا 3 طرق للجمع. يا إما بنجمع جميع عناصر المصفوفة على بعض، يا إما بنجمع عناصر كل صف على حدة، يا إما بنجمع عناصر كل عمود على حدة. تعال نشوف الدنيا عاملة إزاي. from numpy import asterisk. بعد كده بقول له عندي متغير اسمه A عبارة عن random دوت راند int of 5 كوما 20 كوما سايز بيساوي 9 دوت ريشيب اوف 3 و3. هنا بقول له اعمل لي مصفوفة في بعد واحد عناصرها عبارة عن أرقام صحيحة عشوائية بتقع في الرينج من 5 ل 19 وبحجم 9 عناصر، وبعدين اعمل لها ريشيب لمصفوفة 3 في 3. وبعد كده بقول له بي هي عبارة عن متغير، والمتغير ده عبارة عن السم اوف اي. الأمر ده بيدينا مجموع عناصر المصفوفة كلها، يبقى هو هياخد كل عناصر المصفوفة ويجمعها على بعضها، وبالتالي هيديني قيمة واحدة فقط في الآخر. يعني سي بيساوي A دوت سم. A دوت سم هو نفس الأمر اللي قبله. هو نفس الأمر اللي قبله، بيديني مجموع عناصر المصفوفة كلها. يعني احنا كده ما عملناش حاجة.
استخدمته بطريقتين. بقول له sum of A هيجمع لي جميع عناصر المصفوفة A. A دوت sum هيجمع لي جميع عناصر المصفوفة A. لما اقول له بقى دي، حيث ان دي عبارة عن A دوت sum، واقول له اكسس بيساوي 1، هنا الامر ده بيديني مجموع عناصر كل صف على حدة. لما اقول له اكسس بيساوي 1 بيديني ايه؟ مجموع عناصر كل صف على حدة. وبالتالي الناتج هيكون عبارة عن رو فيكتور، يعني مصفوفة في بعد واحد عبارة عن صف في كذا عمود. او ان اقول له A دوت sum of axis بيساوي 0. الامر ده بيديني مجموع عناصر كل عمود على حده. يبقى لو الاكسس بيساوي 1 يبقى هيجمع عناصر كل صف على حده. لو الاكسس بيساوي 0 هيجمع عناصر كل عمود على حده. وبرضه الناتج هيكون عباره عن رو فيكتور، مصفوفه في بعد واحد صف في كذا عمود. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده من الكود عشان اشوف شكل الخرج عامل ازاي، هيقول لي في الاول المصفوفه ايه هي عباره عن مصفوفه 3 في 3 وعناصرها من 5 لغايه 19 وبحجم 9 عناصر وعملت لها ريشيب ل 3 في 3. ادي ايه اهي. sum of A قلت له اجمع لي A فاداني 110، راح جمع كل عناصر المصفوفه ايه على بعضها واداني 110. ايه دوت سم نفس الحكايه، عشان أنا قلت لك البي والسي الاثنين زي بعض بس الامر بيبقى بطريقه مختلفه. ان انا اقول له اسم المصفوفه دوت الامر بتاع اللي هو سم، او ان انا اقول له سم اوف المصفوفه على طول، وفي الحاله دي برضو اداني 110. اما بالنسبه لدي، دي كانت عباره عن ايه دوت سم واكسس بيساوي 1. انا كنت بقول لك هنا لما اقول له الاكسس بيساوي 1 معناها ايه؟ بروح اجمع عناصر كل صف على حده اهو. هات 17 زائد 17 زائد 6 اداله 40. 5 زائد 17 زائد 14 36. 7 زائد 16 زائد 11 اداني 34. وزي ما قلت لك الناتج هيبقى عباره عن رو فيكتور، صف في كذا عمود. طب لما اقول له ايه دوت سم واكسس بيساوي 0 هيجمع لي عناصر كل عمود على حده. 17 زائد 5 زائد 7 هيديني 29. 17 زائد 17 زائد 16 هيديني 50. 6 زائد 14 زائد 11 هيديني 31. زي ما قلت لك ان هو لو قلت له اكسس بيساوي 0 هيجمع لي عناصر كل عمود على ايه؟ كل عمود على حده. بس الناتج ما ننساش ان هو بيرجعه لي في صوره رو فيكتور، صف في كذا عمود. وناخد بالنا الحاجه ديت متولده عشوائيا، يعني مع كل مره اروح اعمل رن هلاقي النواتج دي كلها بتختلف. كل مره هعمل رن هلاقي النواتج بتختلف. اكتر من كده كمان نقدر نعمله مع المصفوفات، ان احنا ممكن نقدر نستخدم الدوال الاحصائيه مع المصفوفات. لو حابين مثلا نحسب متوسط عناصر مصفوفه معينه، متوسط عناصر معينه داخل مصفوفه، او لو حابين نحسب الانحراف المعياري لهذه العناصر اللي داخل المصفوفه، او الوسيط وما الى ذلك من الدوال الاحصائيه اللي احنا اخذناها قبل كده، بقول له from numpy import asterisk مفيش مشكله خالص خدناها كتير. بعد كده بقول له ايه هي عباره عن random.rand int of 5 والحاجات ديت طبعا قلناها قبل كده. بقول له بعد اذنك اعمل لي مصفوفه في بعد واحد عناصرها عباره عن ارقام صحيحه عشوائيه بتقع في الرينج من 5 ل 19 وبحجم 9 عناصر، وبعدين اعمل لها اعاده تشكيل لمصفوفه 3 في 3. وقمت نازل تحته وقايل له بي هي عباره عن ايه دوت مين. الامر مين كان بيعمل ايه؟ كان بيحسب لي متوسط عناصر المصفوفه اللي اسمها ايه. بيحسب لي متوسط عناصر المصفوفه اللي اسمها ايه. هيحسب لي المتوسط بتاع العناصر كلها ويحطه داخل متغير اسمه بي. وسي هي عباره عن ايه دوت اس تي دي، بيحسب لي الانحراف المعياري او الستاندرد ديفيشن بتاع هذه المصفوفه، طبعا بتاع كل العناصر يعني بتاعت المصفوفه بتاعتي. يبقى هنا هيحسب لي الانحراف المعياري بتاع عناصر المصفوفه اللي اسمها ايه. ودي هو عباره عن متغير بس جواه ايه دوت فاريانس فار. فاريانس هو التباين بتاع هذه العناصر. وطبعا الفاريانس والستاندرد ديفيشن
نقدر نجيبهم من بعض. وفي الحالة دي لما أجي أرن الجزء ده من الكود، هيقول لي والله المصفوفة A، أدى المصفوفة A اللي أنت عايزها أهي، هي عبارة عن مصفوفة 3 في 3 زي أنت ما كنت طالب مني. لما رحت حسبت المين لهذه العناصر لقيته هو عبارة عن الرقم ده، ولما حسبت الستاندرد ديفيشن لقيته هو عبارة عن الرقم ده، ولما حسبت الفاريانس لقيته هو عبارة عن الرقم اللي هو. وطبعا مع كل مرة هنعمل رن هيروح يغير لي في الناتج. لو جينا هنا عملت رن كذا مرة هلاقيه بيغير في الناتج بتاعي، لأن المصفوفات أو المصفوفة اللي أنا أصلا شغال عليها بجيبها بطريقة إيه؟ بطريقة عشوائية. مع كل رن هلاقيه بيغير في الناتج بتاعي. عندنا كمان حاجة اسمها معامل الارتباط بالنسبة للمصفوفة أو الكورليشن كوفيشنت. معامل الارتباط للمصفوفة هو علاقة أو علاقة كل رقم بباقي الأرقام اللي معاه. علاقة كل رقم بباقي الأرقام اللي معاه، فبسميه كورليشن كوفيشنت، اللي هو ده كور إيه أو كور كوف، ده كورليشن كوفيشنت، CORRCOEF، كورليشن كوفيشنت. بالتالي لما اقول له فروم نمباي امبورت الكل بستدعي المكتبه بتاعتي. بعد كده بقول له A هي عباره عن متغير، والمتغير ده عباره عن مصفوفه، والمصفوفه دي عباره عن مصفوفه ببعد واحد وعناصرها ارقام صحيحه عشوائيه في الرينج من 5 ل 19. وبعد كده بعمل لها اعاده تشكيل لمصفوفه 3 في 3. وبي هي عباره عن الكورليشن كوفيشنت للاي. هنا بقول له هات لي معامل الارتباط او علاقه كل عنصر بباقي العناصر داخل المصفوفه اللي اسمها ايه. وبالتالي لما اقول له اعرض لي A وB، هيقول لي والله A هي عباره عن المصفوفه دي، وB هي عباره عن المصفوفه دي. جاب لي علاقه كل رقم او معامل ارتباط كل عنصر بالعناصر الاخرى داخل المصفوفه. ممكن كمان نعمل ترتيب لعناصر المصفوفه، سواء كان الترتيب ده ترتيب أفقي أو ترتيب رأسي. إزاي؟ تعال نشوف مثال. بقول له from numpy import asterisk، وبالتالي بعد كده بقول له A هي عبارة عن random.rand int زي ما أخدنا قبل كده. هي عبارة عن مصفوفة ببعد واحد عناصرها عبارة عن أرقام صحيحة عشوائية في الرينج من 5 ل 19 وبحجم 9 عناصر، واعمل لها إعادة تشكيل لمصفوفة 3 في 3. بعد كده بقول له B هي عبارة عن sort of A. sort of مين؟ of A. بس خد بالك بعدها قلت له كوما اكسس بيساوي زيرو. هنا بقول له رتب المصفوفة اللي اسمها A، بس بعد إذنك رتب عناصر كل عمود على حدة. يعني الترتيب هنا هيبقى ترتيب إيه؟ ترتيب بشكل رأسي. طالما قلت له أكسس بيساوي زيرو يبقى العملية اللي أنا هعملها خاصة بالأعمدة. طب أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل سورتنج، عايز أعمل ترتيب. يبقى هنا هيرتب لي عناصر المصفوفة بس بناء على عناصر عمود عمود. يبقى هياخد كل عمود ويرتب العناصر بتاعته ترتيب تصاعدي، العمود اللي بعديه يرتبها، العمود اللي بعديه ويرتبها. بعد كده بقول له سورت اوف A والاكسس بيساوي واحد. يبقى هنا بقول له رتب المصفوفه اللي اسمها A، بس رتب بناء على كل صف. ياخد كل صف ويرتب عناصره، ياخد كل صف. يعني هنا الترتيب بشكل ايه؟ الترتيب بشكل افقي. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده من الكود هيقول لي والله المصفوفه ايه هي عباره عن المصفوفه اللي قدامك دي. بعد كده المصفوفه بي انا اللي انا فيها برتب عناصر كل عمود على حده. ليه؟ لان بقول له اكسس بيساوي زيرو. طب فين المصفوفه ايه؟ ده ايه اهي. خد كل عمود ورتبه 8 19 14 هو مترتب اصلا. 15 5 9 هيخليها 5 9 15. 11 5 17 هيخليها 5 11 17. ناخد بالنا ان هو رتب عناصر كل عمود على حده. طب بالنسبه للسي بقى هي عباره عن انك بتصورت الاي بس بناء على ايه؟ على الصفوف اللي هو الترتيب الافقي. يبقى 8 15 11 هي لا هيخليها 8 11 15 اهو. بعد كده 19 5 5 هيخليها 5 5 19.
14 9 17 يخليها 9 14 17. فهو هنا عمل ايه؟ رتب بشكل افقي، لان هو بيرتب بناء على الصفوف. ازاي؟ لان انا قلت له واكسس بيساوي واحد. لما اقول له اكسس بيساوي واحد معناها ان العمليه اللي بعملها هتبقى خاصه بمين؟ هتبقى خاصه بالصفوف. تعالوا برضو نشوف ازاي بنجيب معكوس المصفوفه. ازاي بنجيب معكوس المصفوفه؟ فاكرين لما كنت بقول المصفوفه اس ماينس واحد؟ معكوس المصفوفه زي ما احنا عارفين في الرياضه هي عبارة عن المصفوفة اللي لو ضربتها في أصلها يديني مصفوفة الوحدة. هي عبارة عن المصفوفة اللي لو ضربتها في أصلها يديني مين؟ يديني مصفوفة الوحدة. بالتالي عشان أحسب معكوس المصفوفة كنا قلنا في الرياضة لو المصفوفة عبارة عن 2 في 2، أبعادها 2 في 2 يعني، كنا بنعمل إيه؟ ببدل عناصر القطر الرئيسي وأغير إشارة عناصر القطر الغير رئيسي. طب لو كانت 3 في 3 او اكتر، بجيب بقى حاجه اسمها الايه؟ الادجوينت بتاع المصفوفه على الديترميننت بتاع المصفوفه او الماجنتيود بتاع المصفوفه يعني. الادجوينت عباره عن ايه؟ ببدل عناصر الصف للعمود او العمود لصف، اجيب مرايه كل عنصر وبعد كده استخدم قاعده الاشارات وهكذا يعني. لكن في الاخير احنا عندنا امر سهل جدا جدا في بايثون بنقدر نجيب منه معكوس المصفوف، وبالتالي الامر ده اسمه ايه؟ اسمه env. اي ان في. الامر ده موجود داخل الميثود اللي اسمها لين الج اللي احنا اخدناها قبل كده، داخل موجود جوه الميثود اللي اسمها ايه؟ لين الج. ولين الج كداله موجوده داخل المكتبه اللي اسمها ايه؟ داخل المكتبه اللي اسمها نمباي. في الحاله دي لما اقول له فروم نمباي امبورت الكل، انا في الاول استدعيت المكتبه بتاعتي. بعد كده بقول له ايه هي عباره عن راندوم دوت راند انت اوف 1 و4 وسايز بيساوي 9 ودوت ريشيب اوف 3 و3. بقول له اعمل لي مصفوفه في بعد واحد عناصرها عباره عن ارقام صحيحه عشوائيه بتقع في الرينج من 1 ل 3 وبحجم 9 عناصر، وبعد كده اعمل لها ريشيب اعاده تشكيل يعني لمصفوفه 3 في 3. بعد كده بقول له بي هي عباره عن اللين قال دوت انف اوف اي. هنا بقول له لين الج دوت انف اوف اي يعني هات لي الانفيرس بتاع المصفوفه اللي اسمها ايه، حيث ان داله الانفيرس موجوده داخل داله اللين الج، ولين الج بدورها موجوده داخل المكتبه اللي هي نام باي. بعد كده قلت له هات لي ايه؟ سي هي عباره عن دوت اوف اي وبي. هنا بقول له اضرب المصفوفه الاصليه في الانفيرس بتاعها، عشان لو الناتج كان مصفوفة الوحدة يبقى انت حسبت الانفيرس بطريقة صحيحة. وفي الحالة دي لما اقول له اعمل لي رن للجزء ده من الكود هيقول لي والله هفضل ارن اهو جبت مصفوفة الوحدة. ادها ايه اهي؟ دي المصفوفة الاصلية اللي هو راح كريتها بطريقة عشوائية. لما قلت له بي هي عبارة عن الانفيرس فراح حسب الانفيرس بتاع المصفوفة ايه، حسب الادجوينت على الديترميننت وجاب الايه؟ الانفيرس بتاع المصفوفة بتاعتي. لما قلت له سي هي عباره عن دوت اي وبي، مش بي كانت هي الانفيرس بتاع الاي. مش المفروض لما اضرب الانفيرس في المصفوفه الاصليه يديني مصفوفه الوحده؟ اهو قام مديني مصفوفه الوحده زي ما احنا شايفين تحت كده، حيث ان مصفوفه الوحده هي عباره عن ايه؟ مصفوفه فيها عناصر القطر الرئيسي كلها بواحد، وباقي عناصر المصفوفه بيساوي كام؟ وباقي عناصر المصفوفه بيساوي زيرو.